يعطيك الصحة أخوي العزيز. أنا حبيت نحكي في واحد الموضوع. كنت البارح نشرت وثيقة على فيسبوك وعلى تويتر. الوثيقة هذه معنونة بفيزا أصدرتها الدولة الجزائرية عام 1583. هذا اكزاكتومون لا دات فيها 23 جونفي 1583، وتحمل عنوان مذكور اسم الشخص اللي راحت له الفيزا ومذكور اسم الحاكم اللي أصدرها. هذه تعتبر إضافة جديدة للتاريخ الجزائري، لأنه اكتشاف هذه الوثيقة ولا هذه الفيزا هي غير مسبوقة، ما نعرفوهاش من قبل. لقيتها أنا في كتاب مطبوع في 1599، دونك بارتاجيتها. كي بارتاجيتها فيزا انجليزي على ما اظن، هذه هي اللي بارتاجيتها استاذ. مش سائح، بحار. هو بحار بحار انجليزي كان يخدم لامارين. نعم. أي نعم. هذا البحار الفيزا تاعو موثقه باللغتين الايطاليه واللغه الانجليزيه في كتاب انجليزي يتحدث على العلاقات الانجليزيه مع دول العالم. بون هذه التاشيره هذه بنصها وبعنوانها على وضوحها، الا انه في صفحتي على فيسبوك كتب لي سعيد برنوس، دار لي واحد الكولوراسيون على كلمه مراد العثماني، السلطان مراد العثماني، وقال لكم ماذا يفعل مراد العثماني في الوثيقة، وكأنه يلمح إلى عدم وجود الدولة الجزائرية، ولا كيف تدعي أن الدولة الجزائرية مستقلة وهم عندهم فكرة أن الدولة الجزائرية كانت مقاطعة عثمانية ولا ولاية ولا مالقري. أنا درت أكثر من حلقة على يوتيوب وضحت فيها استقلالية الدولة الجزائرية على الدولة العثمانية. والمظلة صح كنا تحت مظلة الدولة العثمانية كسائر الدول الإسلامية في هذاك الوقت، لكن استقلالية الدولة مثبتة أنه الحاكم الجزائري يعينه الديوان، وأنه الجيش مستقل، وأنه العملة تضرب في الجزائر. كانت دائما العملة الجزائرية عليها ضريبة في الجزائر معروفة وأنشرت صورها، والاقتصاد مستقل، حتى أنه مصالح أحيانا تتضارب وتتعارض مع المصالح العثمانية، واختلفنا أكثر من مرة مع الدولة العثمانية في هذيك الفترة العثمانية، وذكرت أمثلة. بون هذا المقام موش مقام لإعادة استذكار كل أدلة استقلالية الدولة الجزائرية على العثمانية، لكن بما أنهم حتى هذا الوثيقة نطقتهم تاع الفيزا، يعني ما كانوش يتوقعوا دليل مثل هذا الدليل، ألا وهو أن الدولة الجزائرية أصدرت تأشيرة لبحار تاجر إنجليزي. هذا بالمناسبة هذا الفيزا ما كانش تقدر تقول درك حتى دولة عربية عندها وثيقة مثل هذه، اللي هي فيزا تصدرها الدولة الجزائرية. دونك المروكي مفروض يهزها يصور معاها الفيزا هذه كأقدم فيزا، لأنه ما عندهمش في بلادهم وثيقة تأشيرة، لأنه التأشيرة كي تصدر على دولة ديجا فيها السيادة تاع الدولة واستقلاليتها، اون بليس فيها السيادة، اون بليس فيها خلينا نقولوا الهيمنة، وعندها يعني ماهيش دولة ترخص لمن تشاء بالدخول وتمنع من تشاء. أنا اللي حبيت نقوله للسعيد أبرنوس اللي حاول ينتقص من هذيك الوثيقة بوجود عبارة السلطان العثماني في نص الفيزا، في نص التأشيرة في عدها. حبيت نسقسيه اسكو تلوين هذاك اللي داروا على الفيزا، لانه سطر على ولون كلمه السلطان العثماني، اسكو من راسه ولا من كراسه؟ معناه هو قرا التاشيره، لانه التاشيره مكتوبه باللغه الايطاليه ومكتوبه باللغه الايطاليه القديمه، حتى الايطاليه المعاصره تختلف عليه. ليقرا الطليانيه الحاليه يتعب به يفهم هذيك الفيزا. صح. بون انا نشرتها باللغه الطليانيه بنصها القديم، وهو اكتشف كلمه في الوسط ولونها. حبيت نسقسي اسكو هو اللي قراها ولا قراها له واحد ولونها له؟ هذه معلومه واحده، هذه اول حاجه حاب نعرفها. لا حاب نعرف هذه المعلومه، لانه اللي لونها من لون كلمه السلطان العثماني ما لونش معها فرنسا ولا نابولي مذكورين في نفس التاشيره. معناها مفروض يكون فهم العباره اللي لونها وفهموا عليها لونها، ولكن هو ما فهمهاش، معناها غير بعثوها له ولا لقى كلمه سلطان لونها. انا نقراها له وانا ذكر صحيح التاشيره مذكور، بالك كونكم شاف اللي شافها يعاود من ولما لانه الفيزا هذيك نصت بعباره صادره عن ملك الجزائر، مؤرخه في الجزائر في القصر الملكي
واسمع مليح العبارة هذه: موقعة بتوقيعنا الملكي ومختومة بختمنا العظيم ومطبوعة في سكرتارية مملكتنا بتاريخ 23 جانفي 2023. دونك لكان يلمح إلى أن التأشيرة هذه فيها تبعية للدولة العثمانية بذكر السلطان. السطر الأخير يفند كل شيء، معناها التأشيرة هذه هي إضافة كبيرة للباحث ولا لمن يريد أن يؤلف بحث على استقلالية الدولة الجزائرية مبكرا عن الدولة العثمانية. رانا نحكوا على 1583 وراي عندنا وثيقة منتهية بعبارة مؤرخة في الجزائر في القصر الملكي، موقعة بتوقيعنا الملكي ومختومة بختمنا العظيم ومطبوعة في سكرتارية مملكتنا بتاريخ 23 جانفي 1583. درك نرجعوا للمراد العثماني واش مذكور يدير في النص. قلنا مذكور هو مذكورة فرنسا ومذكورة نصر. اللي يقرأ اللغة اللي مكتوبة بها يفهم أنه مكتوب أنه استخدام الفيزا هذا لازم لا يتعارض مع مصالح مراد السلطان مراد سلطان الدولة العثمانية. هكذا اشترط صالح رايس أو حسن، عفوا حسن رايس هو اللي أصدر الفيزا. حسن رايس اشترط في تأشيرته أن لا تتعارض هذا استخدام هذه التأشيرة مع مصالح الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية كانت هي المظلة الكبيرة اللي قلنا للدول الإسلامية كامل. ولذلك لحد الآن نتوقع ما زالت التأشيرات تمنح بشروط تتعدى مصالح الدولة، كما مثلا شنغن. انت لو كان ظل انت عندك متعارض مع مصلحة ألمانيا ولا مرفوض في هولندا سترفض كالدول الكل. نفس الشيء هذا أصدر تأشيرة فيها أكثر من 4 عبارات على دلالة استقلال الدولة الجزائرية. العنوان من ملك الجزائر صادر. ثاني حاجة فيها القصر الملكي مذكورة، ومذكورة التوقيع الملكي يحكي على نفسه. حسن باشا هذا اللي أصدر الوحدة ويحكي على نفسه، يقول موقعة بتوقيعنا الملكي ومختومة بختمنا العظيم. نورمالمون لا كان راهو والي ولا راهو تابع للدولة العثمانية ما يستقلش بهذه العبارات وما ينفردش بها، وإنما يقول موقعة نيابة على الدولة العثمانية، ولا أسبب لك الدولة العثمانية ما تعطيش أصلا سلطة لإصدار التأشيرات. فهذه الوثيقة اللي حب ينتقص منها راهو لازم يكون قاريها، يكون قاري نصها. ولا كان لقى السلطان العثماني مذكور في وسطها ما يتوقعش أنه وجود السلطان معناها ديريكت أنه هذه راهي تبعية ولا ولاية، بل ذكر السلطان على أساس أنه مكتوب. بالمناسبة حتى النسخة الإنجليزية كاينة في نفس الكتاب، لأني أنا صورت النسخة الإيطالية، تقلب الصفحة الثانية تلقى النسخة الإنجليزية في نفس المصدر. معناها روح أقرأ بنفسك، مكتوب أنه إصدار هذا التأشيرة يشترط عدم التعارض مع مصالح الدولة العثمانية مع السلطان مراد. دونك هذا كما نقولوا احنا تحالف، نصدر لك تأشيرة ولكن عندي حليف اسمه الدولة العثمانية راني مصالحه هي مصالح. التأشيرة هذه من روائع التاريخ الجزائري، وبلك ننصح أي واحد يتوقع أنه خاصة في المروك لأنهم هم اللي عندهم هذه الشبهة تاع الجزائر كانت ولاية عثمانية، اللي يتوقع هذا الشيء يروح يشوف حلقة أنا درتها على يوتيوب عنوانها كراغلة الجزائر وسلاطين المروك. نعم. الحلقة هذه رائعة جدا. وش فيها الحلقة؟ فيها تحت كتب المروك، كتب من مؤلفيهم مطبوعات في الرباط وفي الدار البيضاء، باه نقولوا احنا بضاعتكم ردت إليكم. تفتح كتاب مؤلف مروكي طباعة مروكية وتلقى مكتوب فيه ما نصه بأنه لقد كانت العملة المغربية تضرب باسم السلطان العثماني، ولقد كان يدعى له على المنابر، ولقد كان الجيش المغربي تركي عثماني، ولقد كان السلطان المغربي يلبس على الطريقة العثمانية. دونك هذه ما هيش من راسي أنا لما نقرأ الكتب هذه نقول إذا كان ثم تتوقعوا ولا تهزين فكرة أنه وجود دولة في سنوات 1500 و1600 تحت المظلة العثمانية، إذا كان هذا عدم استقلالية ولا هذا شيء عيب يعاب به التاريخ، فإنه ينطبق نفس الشيء في على التاريخ المغربي. وأنا هذا الشيء ما قريتوش